عملت الفراخ المقرمشة في البيت، الفراخ اللي سعرها بقى عالي أوي، قُلت لأ ده أنا هاجيب لهم السر لحد عندي، أصل أنتم حبايب قلبي. معاكم الشيف أبانو، ويالّا بقى لايكات وكومنتات عشان سر الوصفة عندي. أول حاجة عندي كده طبق هانزل عليه بكوبايتين من المَيّة تكون ساقعة جدًا، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة كمان من الكاتشب، وشوية توابل. إيه هُم؟ عندي شوية من الملح، شوية بسيطة من الفلفل الأسود، مرقة فورية ومهمة جدًا، كمان شوية من البابريكا المدخنة، بصل باودر، وكمان توم باودر، رشة قرفة بسيطة، وكمان رشة كركم، ومعلقتين صغيرين من النشا. بس كده؟ بس كده. لأ عندي شوية زعتر كمان، لو عندكم، ما عندكوش خلاص. تمام، كده الزعتر اختياري. هافضل بقى أقلّب كل الكلام ده، ودي هتبقى الخلطة بتاعة الفراخ. عندي بقى كده إيه، كان عندي فرخة حلوة كده ورك أو نُص فرخة، قسّمتهم كده زي الفل زي ما أنتم شايفين، وحطيت بقى الخلطة دي فيها، وأعمل الخلطة اللي هي بتاعة إيه، بتاعة الدقيق. عندي الدقيق مع رشة ملح وفلفل أسود، وكمان توابل فراخ، رشة بسيطة من البابريكا، وكمان مرقة فورية. المرقة الفورية زي ما قُلت لكم هي مهمة جدًا، جدًا. وحطيت بقى الفراخ كده إيه، على جنب شوية لمدة إيه، ساعتين 3 كده، ليلة كاملة تاخد وتشرب من التتبيلة. وكمان حطيت على الدقيق، حطيت له حوالي 3 معالق صغيرين من النشا، اللي هي معلقة ونُص كبيرة. تمام؟ بعد كده بقى هاخد الفراخ بتاعتي اطلعها بقى بعد ما اتبلت مع الميه دي، وابدا كده ايه، مره مرتين تلاته 10 12 20 مره في الدقيق كده. انا عايز الفراخ بتاعتي تتدلع جوه الدقيق. شايفين يا جماعه؟ دلعوا الفراخ، لو دلعتوا الفراخ هتدلعك وتطلع مقرمشه وكريسبي وزي العسل. هبدا بقى انزلها في الميه بتاعتها تاني، واحطها بقى فين؟ في الدقيق. انا عايز اقول لكم لازم الميه دي تكون ساقعه تلج يا جماعه، لازم. لو مش ساقعه تلج مش هتديني القرمشه. بص بقى يا باشا، هات بقى الكاميرا كده معايا وارفع بقى. بص علامات القرمشه طلعت ازاي. ايه رايكم؟ ايه يا جماعه، انتوا فاكريننا بتوع كفته ولا ايه؟ احنا بتوع فراخ عادي. بعد كده يا جماعه، لا استنوا بقى قبل ما اقول لكم بعد كده، فين الكومنتات؟ اللي ما كتبش كومنتات ما كتبش ليه؟ الوصفه ما عجبتكوش ولا ايه؟ اكتبوا لي عجبتكم ولا لا، وهتجربوها ولا لا، واللي جربوها يقولوا لي عجبتهم ولا لا. هبدا بقى اخد كده الفراخ بتاعتي وانزلها في زيت غزير، بتقعد حوالي تلت ساعه. تمام، بعد اول 10 دقايق كده اقلبها الناحيه التانيه. وعايز اقول لكم ان الفراخ دي نيه، والفراخ اللي حجمها لازم يكون من 900 جرام لحد كيلو. لو اكتر من كده نعمل لها نغزات كده بين في السكينه بين ايه، بين الجلد واللحم. بعد كده يا جماعه هبدا كده اشيلها بعد ما استوت وبقت زي العسل. اعملوا بقى شويه كولسلو، اعملوا بقى شويه رز اللي هو الاصفر الريزو ده. بصوا انا مدلعكوا بقى اليومين دول، دلعوني انتوا كمان، واعملوا لايك وكومنت وكمان شير. وتعالوا على اليوتيوب بنزل لكم وصفات حلوه، وكمان على التيك توك بنزل لكم وصفات مختصره، وعلى انستجرام بنزل لكم حاجات زي العسل. وكل منصه هتفتحوا هتلاقوا وصفات الشيف ابانوب. كان معاكم ابانوب، ويلا الف هنا.